ايه الجمال ده بجد؟ ايه الجمال ده؟ ازاي الموبايل ده عدى علينا الفتره دي وما اتكلمناش عليه؟ الجمال اللي انا هكلمك عنه ده من شركه وان بلس. وفي عجاله اللي ما يعرفش شركه وان بلس يا جماعه، ده تليفون الشعب الصيني بعد الايفون. يعني دايما في الصين الايفون رقم واحد، وان بلس رقم اتنين، هواوي رقم تلاته، وفيفو رقم اربعه. مش عايز اطول عليك، تعال اكلمك عن موبايل عملاق من وان بلس اسمه وان بلس 12. بس كده يلا عشان ما اطولش عليك، تعال ندخل في الامكانيات على طول. تعالى. ون بلس 12 الجهاز اللي انا هكلمك عنه ده عايزك تركز فيه، لان الامكانيات كلها بتاعت الشركات السنه دي غريبه، بقت كلها قريبه من بعض، وبقيت انت محتار هتشتري ايه، ون بلس ولا هتشتري اونر ولا هتشتري اوبو ولا هتشتري جالاكسي ولا هتشتري ايه بالظبط. زي ما احنا متعودين دايما اول حاجه بنتكلم عليها الا وهي الشاشات. تعال اكلمك عن شاشه التليفون ده. شاشه التليفون ده بتيجي LTPO 1 بليون كلر امولود، يعني 1 مليار لون، شاشه فوق الفظيع، ودي قابلناها في تليفونات تاني كتير. 120 هرتز دولبي فيجن، وحط تحت دولبي فيجن دي خطين ثلاثه كده، لان دي في الشاشات ما اقولكش في الرؤيه عامه. HDR 10 بلس، النيتس بيبتدي معاك من 600 نيتس ل 1600 نيتس ل 4500 نيتس، يعني النيتس فاضل 500 ويتعادل مع الاونر ماجيك 6 برو اللي احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات. يعني ده يعتبر تحتيه على طول فرق 500 نتس، 4500 نتس. يعني لو انت بتصور او بتقلب في الموبايل بتاعك في الشمس، فالاضاءه واضحه بكل سلاسه. الجهاز بيجي بشاشه 6.82 انش، جهاز عملاق، شاشه كبيره مش صغيره. بتيجي بصمه تحت الشاشه معاك، وتكوين الشاشه جوريلا جلاس فيسكتس 2، فدي برضو بتستحمل صدمات وبتستحمل خربشه كتير. دي بالنسبه للشاشه وعملاقه الشاشه. وزي ما احنا متعودين بعد الشاشات بنتكلم دايما على الكاميرات، وعايزك تركز معايا في الكاميرات عشان بتيجي معاك الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل. الكاميرا الوايد بتيجي بفتحه عدسه 23 ملم. اما بالنسبه للكاميرا الثانيه 64 ميجا بكسل بيريسكوب، بتيجي بفتحة عدسة 70 ملم، وبتديك 3 اكس زوم. وهنا هيكسب معاك الموديلات اللي فاتت زي الاونر اللي احنا اتكلمنا عنه، الماجيك 6 برو، والشاومي ال 14 الالترا، والاس 24 الالترا من سامسونج، لان دول بيقدروا يوصلوا ل 5 اكس، ده اخره 3 اكس. بس الكاميرات بتاعته كويسة جدا. اما بالنسبة للكاميرا الثالثة بتيجي 48 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الالترا وايد. الجهاز بيصور 8K 24 فريم في الثانية، وبيصور 4K من 30 ل 60 فريم في الثانية. اما بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي 32 ميجا بكسل HDR، وبتصور بانوراما، وبتصور 4K. فبالنسبة للكاميرات كده احنا تمام. وزي ما احنا متعودين بعد ما بنتكلم على الشاشات بنتكلم على الكاميرات، وبعد ما بنتكلم على الشاشات والكاميرات بنتكلم عن الميموري والرامات. الجهاز ده وبعد ما بنتكلم على الرامات بنلحم على طول في البروسيسور. وطبعا زي ما احنا متعودين في السنة الجديدة الا وهو من العملاق الامريكي كوالكوم سناب دراجون 8 جن 3 4 نانومتر. والبروسيسور ده مع الكاميرات اللي انا قلتها لك هيخلي التصوير في الموبايل ده بالكاميرات في حتة تانية خالص. وللدولبي فيجن طريقة العرض اللي على الشاشة، انت هتشوف صور على الموبايل كتتفرج عليها روعة الروعة، كمية قلة ادب مش قادر اقول لك عليها. تعال نتكلم على البطارية والشاحن عشان في حاجة هتعجبك جدا. الجهاز بيجي 5400 ملي امبير بطارية مع ال8 جن 3، يعني الجهاز ده يقعد معاك يوم ونص مرتاح في الفحت والردم. يعني بيجي معاه شاحن 100 واط، بيشحن من 1% ل 100% في 26 دقيقة. وبيشحن الشحن الخارجي الوايرلس تشارج بيشحن بسرعة 80 واط، بتقدر تشحن بيه من 1% ل 100% في 55 دقيقة فقط، يعني أقل من ساعة ب5 دقايق. فده في الشحن. وفي البطارية ما أقولكش. أما بالنسبة بقى للفئة السعرية بتاعته، فأول نسخة منه هتبتدي معاك ب $900. كده بقى أنت معاك 4 تليفونات في الساحة عمالين يدبوا ببعض بنفس الإمكانيات دي. من أول البابا بتاعهم الاس 24 الترا، وده هيكسبهم كلهم. تانيهم على طول هيبقى معاك الشاومي ال 14 الترا، بعديهم الاونر ماجيك 6 برو، ورابعهم العملاق بتاع وان بلس ال 12 اللي احنا بنتكلم عنه. ده كان فيديو سريع كنت بحاول اشرح لك فيه
بعض امكانيات الون بلس ال 12. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم. بنحاول وبنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. تابعها بجد هتبقى كويسه بالنسبه لك. حابب تشوف الفيديوهات بتاعتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب شانل احمد تربو. اتمنى ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد عليها ان شاء الله. استنى رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.